وادي غدانا النهارده. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الطريقه ازاي ونقول بسم الله ويلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل ايه؟ بقالنا كتير قوي ما عملناش محشي. خرطت كام بصلايه، نزلت بحته الدهنه اللي عندي وحبه زيت، وهنزل بشويه ملح عشان تحمرها لي بسرعه. طلعت كيسين طماطم من الصبح يفكوا، طلعت الكرنب بيفك. دلوقتي هنشوف ايه وهنمشي مع بعض واحده واحده هنعمل ايه. المهم اخلص ايه ان شاء الله بمقاطعه قبل المغرب عشان ان شاء الله انا صايمه. عقبال ما تاخد لون اكون قطعت الفلفل اللي هحطه. دلوقتي قطعت قرنين فلفل حار وقرن فلفل احمر عندي. الفلفل بقى ب20 جنيه. الحمد لله الحمد لله على كل حاجه. والله نزلت امبارح اشتريت شويه حاجات تاني كانت ناقصاني، فبجد يعني ربنا يلطف بينا من اللي جاي. الله بصوا اللون حلو ازاي. هقور بقى جبل العين نص كيلو كوسه، لا كيلو الا ربع كوسه. هقوره لهم وارجع لكم. بصوا كده البصله احمرت، مش عايزه احمرها قوي عن كده. هنزل دلوقتي بالطماطم، هنزل بشويه فلفل اسمر، هنقول معلقه كمون، معلقه بابريكا، حبه بهارات. الحاجات اللي انا بحطها دي انا بحط حبه صغيرين، اللي دي بحط نص الكميه ونص الكميه بحطها لما بتتسبك وانا بقلب الرز، بتديها نكهه وطعم حلو قوي قوي قوي. حبه شطه، طبعا مش هنستغنى عن حبه السكر عشان الحموضه. معلش على صوت التلفزيون الانسه املكك معليه التلفزيون. هنزل بشويه ملح، هسيبها بقى تتسبك وارجع لكم. دلوقتي انا غسلت الرز، نزلت بالبهارات تاني، فلفل اسمر، كمون، شويه بهارات، شويه شطه، اللهم صل على النبي، نعناع. غسلت الخضره وخرطتها بس جميله، جايباها من ناس فلاحه. وادي التسبيكه، هنزل بالخضره هنا. الخضره لما بتبقى كتير بتديها طعم حلو قوي. اقلب الخضره، هنزل بحبه زيت، هنزل بقى الصلصه، اقلب واشوف. قلبتها اهي. والله الكاميرا ظلمه اسمها ايه، صايمه معلش اعذروني. الخلطه بتاعت المحشي ولا الريحه. هحط بقى على الطبليه ونحشي. اوريهم كده الحله دي مكان الصلصه حطيت حبه زيت، انا محطش في القعر الا حبه زيت بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الكرنب اللي انا مفرزاه، بصوا انا شاده ازاي، بصوا اهي. بصوا الورقه، بس انا بشد والله جامد اهو ان شاء الله. يعني انا بحب احط اللي هو الغامق ده ليا انا عشان انا بحبه قوي، بحطه من تحت. وريهم كده مروان. وادي الكوسه، ده الكرنب، وادي الكوسه وشويه فلفل. ده للعيال قالوا يا ماما احنا هناكله، فانا قلت اجيب كيس ب5 جنيه. احنا عندنا هنا واحده في المنطقه بتعمل شنط زي مبادره كده، فالكيس تقريبا فيه كيلو الا ربع الكوسه، فبتبقى كبيره على صغيره. وكيس الفلفل الرومي برده ب5، فجارتي بصراحه جابت لي. هحشي بقى الاكل المحشي وارجع لكم. دلوقتي بقى هنعمل الميه اللي هنحطها على المحشي. هنا نزلت ب3 مرقات غاليه ميه في الكتل.
هدوبهم. نزلت بحته زبده صفرا والرز اللي اتبقى، وادي الكوسه والفلفل. هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نسمي عشان الحاجه تطلع معانا حلوه وفيها بركه. طبعا الكوسه بتنزل ميه، ما ينفعش نغطيها، لو غطيناها هتتهري مننا. ارج بس الحله وارجع لكم. ارجيت الحله، حسيت ان هي محتاجه حبه. تعالى نزل كده حبه عدس، لكن الكوسه مش هحط عشان هي دوبك كده حلوه. هغطيه بقى واسيبه يتشرب. وادي الرز، طبق التخديعه دي طبعا حاجه اساسيه لازم تتساب. وادي المحشي بس الدخانه. طبعا العيال في الدرس فغرفت دول على قد ملوك بس، وكان عندي ملوخيه برضو سخنتها. يبقى متنسوناش بالاشتراك ومفعل الجرس وندوس على كلمه الكل عشان يوصلكوا كل جديد. يا ريت تتفضلوا معانا وحطوا اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.